السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله. المهم، قبل كل شيء نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. اليوم غندير معكم هاد لي كوكي، هما هادو. عندي هنايا كيف كتشوفوا تقريبا 3 أنواع. وهاد لي كوكي أول شيء غتغسلوهم مزيان، تقدروا ديروهم بالفرشاة تغسلوهم مزيان، وغديرهم هكذا الماء. هنا درنا الليمون أي الحامض، ودرنا ورق موسى والثوم والزعتر. المهم ممكن نتوما تضيفوا اشياء اخرى، المهم هادو هما الاساسيين. غادي تسلق هاد لي مولوسك باللغه العربيه ما عرفتش، المهم حلزون اللي بغيتو تسموه، هما انواع من الحلزون. غادي تسلق هكذا مزيان، ومن بعد ان شاء الله نتلاقى معكم كيفاش غادي نطيبو. المهم هو هذا، هانتوما كيف تشوفوا، ها هو هنا طاب الماء مزيان، ومن بعد غادي نحيدو الحيمات من هاد لي كوكي، هاد الشقيفات هكذا. هانتوما كيف كتشوفوا خدا الاخ ديالي السكين، وكيديروا في هاد الفم ديالها وكيضغط وكيجرها ساهله. المهم السكين احسن، شفتوها هي هادي، وكيحيدها بسهوله. هو هذا كيف كتشوفوها، ما كيكونوا صغار ولكن اكبر من الببوش، ما كيكونش قد الببوش ولكن كبر من الببوش. هانتوما ها هو. المهم من بعد غادي يتنقى، ما غيتبقاش هكذا، غادي يتنقى لان كيتحيد ليه هذيك الجهه الاخيره اللي كيكون فيه الفضلات، غتحيد هكذا كيف كتشوفوا. كيحيد هادشي كامل الاسود هكذا، شفتوا؟ وكيتحيد ديك الغلاقه ديال الفم ديالها، كتكون واحد بحال الورقه كتكون تسد هاد اش كنقولوا ليه حنا، هي هادي، شفتوها؟ هادي كتكون على الفم ديالها بحال الصايمه، فهمتوا؟ صافي هنايا وغادي يكمل. ومن بعد غادي ناخذ انا، شفتوها نتوما، ها هاد الجهه السوداء هي اللي كتحيد، وكيحيد هاد بحال الورقه ساده الفم ديالها، هي هادي. ومن بعد انا غادي ناخذو وغادي نغسلو مزيان، وغادي نقطعو. بقاو معايا تتشوفوا الطريقه اللي غادي نطيبو بها اي يكمل الطياب ديالو. عندي هنا هو هذا القطع، راه فيهم كيف قلت لكم 3 انواع، فيه بوزروق، فيه المهم كاين هنا البصله وكاين الثومه وكاين القزبر والمعدنوس. انا عزيز عليا القزبر كنديرو، وبالطبع ورق موسى والحامض اي الليمون هكذا محيد ليه العلفه ديالو. صافي درت غير شويه، ما درتش بزاف. ولا الفلفله الحاره ها هي فتشوفوا فيها، هذيك لابد منها. ممكن تضيفوا توابل اخرى، عندي هنا البزار اللي وغادي نضيف كذلك حتى الفلفل الحار داك بودره. المهم كاين اللي كيدير توابل اخرى، انا المهم هاد التوابل اللي كندير باش المذاق ديالو يبقى باين، ماشي زعما ديروا بزاف التوابل وكيحيد المذاق ديال هاد المحار. المهم هنا درت هذاك الحيمات ودرت عليهم بصله قزبر معدنوس. هو هذا، بغيتو ديروا البصله هي الاولى وتقلوها تشحروها راه مزيان. المهم هاني درت الحامض اي الليمون قطعته هكذا، وغنضيفوا ليه. انا ما درتش الملح، راكم كيف كتعرفوا الناس اللي المتتبعين ديالي كيعرفوا باني ما كنديرش الملحه حتى نحيد الجزء او حق الوالد والوالده. هنا صافي هو هذا، درت كل شيء. غادي نحرك ونخليه يطيب مزيان حتى تقريبا ماشي تذوب البصله ولكن تقريبا تشحر مزيان.
هانتوما كيف كتشوفوا هو هذا. غادي نضيف زيت الزيتون، ما غنديرش زيت المائده. ما عندكمش زيت الزيتون كيف كنقول دائما ديروا زيت المائده. ايوا غادي نخليه يطيب الكل، غادي نسد عليه ونخلي الكل يطيب ونوعو. واخا هاد لي موليش كيكونوا شويه غاليين، هنا درت الزنجبيل غير شويه، كيكونوا غاليين ولكن الواحد مره يذوق من الحاجه، ما يبقاش يذوق غير شي سماك ولا شي. هاني درت هنا فلفله حاره كيف قلت لكم بودره، حيت كيبغي شويه الحرور. واخا دايره داك المزيود زدت انا فلفل ولكن ما غيبانش، ماشي ديك الفلفله حاره بزاف، لا هذه تقدر اي واحد ياكلها. الحراره ديالها شويه ماشي بزاف، ماشي بيكونط كاع. صافي هنا هانتوما كيف كتشوفوا غادي نسد عليه ونخليه. المهم كان خصو شويه الماء غنضيف ليه شويه الماء، ما كانش خاصو راه ما غنضيفش لان البصله غتطلق الماء ديالها. هانتوما كيف كتشوفوا ها هو صافي راه بحال تقريبا طاب، غير غنخليه واحد شويه ما نزربش عليه في الحقيقه حتى تبان لكم هذيك الحيمات ولاو رطبين. وكيف قلت لكم من قبل نوعوا، ما يبقاش الواحد ياكل غير نوع واحد من السمك، ينوع الواحد. هنا في الاخير غنضيف الكمون، ما تكثروش الكمون لانه راه يمرر اي حاجه درتو فيها الكمون بزاف راه كتجي مره شويه. وها هو فينا تبارك الله، هانتوما شفتوا. اما هذا كيدير ليه هكا، اما سميتو وبوزروق ولا اي حاجه تقدروا ديروه هكذا. اما ديك الببوش راه ديال البري ما كيديرش، ولكن ديك الببوش ديال البحر كيدير ليه هكذا. وتبارك الله كاين انواع ديال الببوش ديال البحر، انواع. المهم هنا ضفت شويه الزيتون، كاين اللي ما كيضيفوش ولكن انا ضفتو. ها هو ديال الدار هذا ماشي ديال الزنقه. ايوا صافي ها نتوما تشوفوا الطبق راه غزال واللذه غزاله حتى هي. ايوا ما عليكم غير ديروا واحد لايك وتعليق زوين، وبقاو شويه واخا حتى النصف، ولو ان دوك الناس اللي غير يدخلوا يخرجوا راه ما غيسمعوش هذا الكلام اللي قلت. الناس اللي وفيين هما اللي غيوصلوا حتى لهنا، شكرا لهم. هذا هو الطبق ديالنا كيف كتشوفوا هانتوما. المرق زوين وخاتر. دمتم في رعايه الله والى الملتقى ان شاء الله في فيديو قادم. مع السلامه وشكرا للجميع.